ماما دايما تحكيلي إن أغرب يوم في حياتها يوم لما كانت حامل فيا في الشهر التاسع، واليوم ده بالذات حصل زلزال، مش أي زلزال، لأ زلزال كان الناس بتنط من الشبابيك من الرعب، وكل أهالينا لحد دلوقتي فاكرينه. المهم ماما وبابا كانوا قاعدين بيتعشوا بالليل، وفجأة البيت ابتدى يتهز وكل حاجة بتنط في مكانها. قالوا خلاص ده زلزال ولازم ننزل نجري، بس أنا بقى كان عندي رأي تاني، وقررت إن اليوم ده يبقى عيد ميلادي. ماما يا عيني قعدت في مكانها على السلم وبقت تصوت، والناس اللي كانت بتجري فاكرين إنها بتصرخ خايفة من الزلزال، وهي في الحقيقة كانت بتولد. بابا ساعتها وقف مش عارف يعمل إيه، وبيحكي لي إنه من كتر الصدمة كان بيفكر يرميها من بير السلم عشان مش عارف يشيلها وينزل بيها لوحده، وفي الآخر استسلم للأمر الواقع وقعد جنبها على السلم وكمل باقي سندوتش الجبنة. وبعد شوية الناس ابتدت تطلع تاني وبيقولوا الزلزال خلص، بس ماما كانت مكملة صريخ برضه. فواحد من الجيران قال لها ما الزلزال خلص يا مدام، بتصوتي ليه؟ ابويا قال لهم مفيش، اصلها بتولد. وساعتها ما لحقوش يروحوا على المستشفى وجابوا واحده لماما عشان تولد في البيت.